بتقرب من صفقات الزمالك ليه؟ مش لما حد فينا بيتكلم عن الاهلي بتقول لي بص في ورقتك، بتقول لي ان انا بعمل فتنه لما بتكلم وبدافع عن قضايا الزمالك. طب انت النهارده بتحط مناخيرك انت والاهلي ليه في صفقات الزمالك؟ هو حد عمل من حضرتك كوبري؟ هو الزمالك خد منك لعيب من وراك؟ لما طول الوقت تعمل اسقاطات سخيفه جدا تعاقب وتحاسب عليه. تقول انا الرصه دي ما تلزمنيش بكل ما عليها من علامات استفهام. علامات استفهام ايه على 10 صفقات يا اخ اسلام جايين ب 50 مليون؟ علامات الاستفهام يا حبيبي عند موديست وعند الراجل الفلسطيني اللي انت جايبه ب 3 مليار جنيه. احنا عندنا لاعب فلسطيني جايب بلاش تقريبا. لو في علامات استفهام فهي في النادي الاهلي وصفقاته دي مش بتاعتنا، ما حدش فينا طلع يتكلم عنها. تجيب موديست ب 2 مليون، تجيب الفلسطيني ب 3 مليون، يا ابني ما حدش في مصر بيقدر يوقفك ويقول لك انت بتعمل ايه، ولا حد بيقول لك من اين لك هذا. فانت جاي على الصفقات اللي الزمالك عملها اخيرا، صفقات يعني تعتبر فرز اول وتعتبر صفقات نظيفه. عارف نظيفه يعني ايه؟ انا ما اقصدش انها نظيفه، نظيفه يعني صفقات لوجه الله ولوجه النادي. احنا عندنا ثقه في الاداره وفي الناس اللي عملت الصفقات دي. انما الشياط اللي انت عايشه طول الوقت لازم تقلل من كل لعيب ضم الزمالك ليه؟ دي ايه علاقته بالاهلي؟ دي نمره واحد. نمره اتنين، في السابق انت تحديدا يا اسلام يا شاطر، انت وعدلي القيع وابراهيم منيسي والخطيب وبعض الناس، كانت ازمتكم في الزمالك الاداره السابقه. كان عندنا راجل بيروقكم، بيشتم وبيسب وبيلعب صوته عالي، مش كده؟ كان طول الوقت ان الزمالك احنا مانعين التعاون معاه عشان الراجل اللي معاه راجل بيشتمنا، مش كده؟ مش رئيس النادي الاهلي قال الكلام ده مره واتنين، والكلام ده طلع على لسان كل الناس اللي في القناه. طب دلوقتي والزمالك عنده اداره من المفترض انها لحد النهارده ما بصتش جنبها كده عشان تشوف النادي الاهلي. اداره لم تسيء ليك، لم يصدر كلمه واحده في حق النادي الاهلي، مفيش لعيب اتخطف من عندك من النادي الاهلي، مفيش حد طلع بتصريح مسيء، مفيش سخريه، مفيش اسقاطات. طب ايه الداعي انه الذوق اللي انت بتشتغلوا بيه يكمل على كده؟ ايه الداعي ان عدل القيعي بين كل يوم والتاني يروح طالع لنا بحاجه يضرب في نادي الزمالك؟ يعني ايه الداعي انك تطلع تقول في فرق بين انديه بيجي لها جوابات تكريم وانديه بيجي لها جوابات ايقاف قيد؟ طب اديك لبست يا عم عدلي وجالك جواب ايقاف القيد، حتى لو ايقاف القيد كان يوم او يومين، وقفت نزلت معايا في نفس الحته اللي انا كنت موجود فيه، اللي خرجت وانت دخلتها. انت اسلام يا شاطر، هو انت اكل عيشك وراتبك بتاخده على كم وعدد المرات اللي بتذكر فيها الزمالك باساءه؟ طيب بعيد عن عدل القيع وبعيد عن باقي الناس وبعيد عن الكلام ده، هل اداره النادي الاهلي موافقه انه عمليه الاستهتار والاهانات المقصوده اللي فيها بجاحه وقله ذوق لصالح نادي الزمالك او ضد الزمالك ومسؤولي حضراتكم موافقين عليها؟ كابتن محمود خطيب يا اسطوره يا مؤدب، هل ينفع الناس بتوعك او زبانيتك يطلعوا 48 ولا 24 ساعه في اليوم كل في شغلهم واستديوهاتهم اساءه للزمالك؟ هو سيبوا الزمالك بيحاول يعمل مرحله بناء وينفض عن نفسه الغبار اللي انتوا اهلتوه على الزمالك وعلى التاريخ وشخصيه الزمالك. الشخصيات اللي عطلت الزمالك الاهلاويه كتير، من فضلكم ابعدوا. انا بسال الكابتن الخطيب تاني، هل حضرتك موافق على التعرض للزمالك وادارته وجماهيره ولاعبينه طول الوقت؟ طب هل دي اجندتك؟ يعني دي اجنده مجلس اداره النادي الاهلي ولا تصرفات فرديه؟ لو مش اجنده الاهلي برأ نفسك وقول لي انها فرديه. طب لو فرديه فين الناس دي قاعده ليه بتقل في ادابها على الزمالك ومنظومه الزمالك لحد النهارده؟ هو ايه الداعي؟ يعني لبيب مثلا طلع شتم طلع سب حد عندك؟ طلع احمد سليمان مثلا عمل اسقاط عليك؟ بالعكس احمد سليمان في منتهى الادب لما بيجي اسم النادي الاهلي بيتكلم عليك بادب وحريص على ان العلاقه بالاهلي والزمالك تفضل علاقه طيبه. بالعكس، ولما احنا زعلنا منه لما في يوم من الايام حضرتك قبل الميركاتو كان ناقصك حارس مرمى، احمد سليمان الزملكاويه زعلوا منه لما قال لك انا بنصح الاهلي يتحرك بسرعه في ملف التعاقد مع مدرب حراس مع حارس مرمى بديل للشناوي بعد اصابته. اذا مفيش تربص، مفيش حد بيوجه لك اهانات، مفيش حد بينتقد صفقه في الزمالك. يعني لا انا اتذكر مسؤول في الزمالك ولا حد في النادي طلع قال ان الاهلي شرب من القله في صفقه موديست ولا صفقه الراجل الفلسطيني اللي جاي مصاب اللي خدته ب 3 مليون اللي ما يعرفش الطريق لمنتخب فلسطين عادي. فالكلام يا جماعه محتاج يبقى شويه هدوء، شويه اتزان، شويه عقل. بص الزمالك عنده جماهير كبيره وعنده اعلام قوي وعنده سوشيال ميديا اقوى. فلو حضرتك عايزها تفضل كده حرب معلنه، عايزينها فتن، يعني مش عايزين نلتفت لكره القدم؟ مش كفايه بقى اهلي 11 لعيب في منتخب مصر، وكفايه اهلي مدربين منتخبات، وكفايه اهلي رعايه وفلوس بتجيبها منين ما نعرفش؟ طول البتاع بتعمل اسقاطات تقول لك جابوا الفلوس منين، وده على قناه النادي الاهلي. انت مالك؟ مين اللي مسماك شاطر؟ انت مش شاطر.
انت كده ساقط. يعني ايه الزمالك جاب الفلوس منين؟ الزمالك جاب الفلوس منين؟ وحركات كده اللي هي اسقاطات بتاعت لا مؤاخذه، دي مش بتاعت رجاله. يعني ايه الزمالك جاب الفلوس منين؟ يعني انت بتتهم الناس بالنصب مثلا ولا بالسرقه؟ ما انا مش فاهم. يعني انت وتقول انا ما اقدرش اتكلم في حاجه، في جهات هي اللي تقول. جهات ايه؟ ومين قال لك ان في تجاوزات او في نادي الزمالك عندك اصلا ميزانيه لنادي الزمالك تسمح لحد انه يمد ايده؟ يا ابني عندك هناك، شوف الملايين اللي بتهدر كل يوم. واسال بقى رئيس ناديك واسال نفسك والناس اللي حواليك، ليه اتشال رئيس لجنه الكره في النادي الاهلي؟ وليه اتغير دلوقتي؟ خلاص اسال، لان الموضوع انا بعيد عن الزمالك، انا مش مسؤول. بقول لك في شبهات، خليك اعلامي شاطر وروح اسال ليه النادي الاهلي غير مدير الكره دلوقتي في التعاقدات دي. فالكلام ده بيبقى لمره اخيره، ونادي الزمالك قادر على الرد سواء من جوه بشكل رسمي او من بره على لسان جماهيره واعلامه ومحبينه. فهتمشي في منتهى الادب